اول ما روحوا البيت هو وعروسته وفرحانين باول يوم ليهم في بيتهم الجديد اللي اسسوه، طوبة طوبة زي ما بيقولوا. أول ما بص في وشها صرخ وصوت لدرجة أخوه اللي تحت طلع له بيجري وقعد يصوت ويصرخ الحقوني الحقوني. كل الناس بقوا يصوتوا في ايه اللي حصل، وهي بقت تصرخ على صريخه في ايه. قرد اسود بشعر كثيف، الحقوني الحقوني. وشوفوا تفاصيل اللي حصل بالظبط. تصدقوا في الأسحار؟ ناس كتيرة بيتكلموا عن الأسحار والأعمال والحسد بس في ناس يقولك يا عم هو أنت تصدق في الحاجات دي؟ يا عم خليك راجل مثقف وعاقل ومتعلم، الحاجات ده جهل، أنت بتتكلم في إيه؟ لا معلش، السحر مذكور في القرآن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتسحر. واللي انت مش عارفه حاجة، اللي انت اللي بتنكر حكاية السحر والأعمال طبعا، ان حاجة لما تسمع القصة دي هي قصة حقيقية بس مرعبة جدا جدا. قصة شاب هنسميه فرضا أحمد. أحمد ده بيشتغل في مجال الألمونتال في الورشة بتاعته، كله بيحبوه طبعا. وكان أي حد زبون بيجي في مجال عشان يشتغل له حاجة في الألمونتال، مطبخ أو أي حاجة خاصة بمجال الألمونتال، كان بيتعامل مع الكل باحترام ومكانش بيبص لحد خالص، لأنه بيتعامل الجميع بمبدأ الاحترام وإن هو ما بيتعداش الخط ده. بس في واحدة جت ومعاها بنتها علشان يعمل لها مطبخ ألمونتال. بيقول أول ما شفت بنتها أنا أعجبت بيها جدا، والأول مرة أنا لقيت نفسي مشدود لها وببص لواحدة بتيجي عندي في المحل. فبيقول أنا كلمت والدتها وبعد ما أعجبت بيها وبجمالها وقلت لها أنا طالب إيد بنتك. طبعا وافقوا عليه، وبعد ما لقوا إن هو يعني شخص كويس ومؤدب ومحترم وكده، فبيقول أسسنا البيت وجبنا كل حاجة والحمد لله ربنا يسر له الحال. وبعد كده تمت الجوازة والفرح تم على خير وفرحانين، وأول ما راحوا البيت وفي قمة سعادتهم ويا دوبك خلاص الناس مشوا وكانوا هو وعروسته في الشقة لوحدهم، أول ما جه وشه في وشها صرخ مرة واحدة لدرجة هي من رعبها صرخت على صريخه وقعد يصوت صريخ متواصل، مش راضي يقف برعب، قعد مرعوب ويصوت لدرجة أخوه اللي تحتيه طلع له يجري في ايه اللي حصل، مالك بتصوت ليه؟ الناس اتلمت وطبعا كانت فضيحه بجلاجل، في ايه بتصرخ ليه؟ قرد الحقوني، قرد انا شايف قرد قدامي، قرد شايف مراته قرد، كمان مش قرد عادي، ده قرد اسود شعره كثيف بيصوت ويصرخ الحقوني الحقوني من القرد. عدت ساعة 2 3 لغاية ما هدى، وكل ما يجي يشوف وشها تاني يصرخ قرد الحقوني، قرد اسود بشعر كثيف متغطي بيه جسمه كله، الحقوني. قعدت طبعا لما جت الصباحية والناس اهلها جم زاروه وكده، عدت على خير ومحدش راضي يتكلم ولا يقول حاجة، وكل ما يجي يشوفها بنفس المنظر يصرخ ويشوف نفس المنظر ونفس الوضع بيقرر كل يوم. قال انا بعد كام يوم خلاص مش عارف هعمل ايه. فبيقول ان هو جاء شيخ وجابوه طبعا لانه ما ينفعش، عيب قوي العريس يعني في عرف الناس ان هو ينزل من بيته، ليه مش فاهمه بصراحه يعني. المهم بيقول ان جابوا شيخ وجابوه البيت علشان يعرف ايه العله فين والعيب فين بالظبط. فالشيخ قال له بعد ما شاف يعني الوضع وكده وسمع منه الكلام، قال له مراتك معمول لها عمل، خدوا بالكم من النقطه دي، معمول لها عمل ومدفون في المقابر. بيقول ايه ولازم نروح المقابر علشان وهي معانا علشان نطلع العمل ده وترجع حياته الطبيعيه وعاديه. فبيقول رحنا بالليل المقابر علشان ما حدش يشوفنا، وبيقول الشيخ كان معانا، ورحت انا وهي والشيخ على حسب قوله يعني، وراحوا المقابر بالليل. وبيقول شربها ميه وقعد يقول لها اتحركي يمين اتحركي شمال، البنت ما بتتحركش تماما، فلدرجة قعد يضربها فالبنت بقت تصرخ من كتر الضرب. فبيقول
الناس اتلمت علينا، انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتضربوا ايه، انتوا بتضربوها ليه، انتوا بتعملوا سحر، انتوا بتعملوا اعمال وبتدفنوه. وقعدوا كبروا المواضيع الناس اللي هناك. فبيقولوا لغايه ما بلغوا الشرطه وراحوا شيله كده على الاسم الشرطه. الضابط طبعا لما سمع الموضوع اكيد مش هيجي يصدق الكلام اللي اتقال، زي ناس كتيره مش مقتنعه بالمواضيع دي. وقعد يقول له عيب عليك، ما تصدقش، ده جهل، ده انت راجل متعلم، مش للدرجه دي، مفيش حاجه اسمها الحاجات دي. ومخلوش يفرج عنه غير لما عرف ان هو عريس جديد. بيقول وروح البيت هو ومراته. ولما روحوا البيت اتكرر نفس السيناريو من اول وجديد. ويسرا ما قدرش يستحمل كام يوم، كل مرة بيجمع فيها هو ومراته بيشوف نفس الوضع ونفس الصريخ ونفس المنوال كل مرة. طلقها. وبعد كده هو قعد طبعا قال ان هو اعطاها كل حقوقها لان هي ملهاش ذنب في اللي هي فيه. و... والشقة طبعا وبالعفش كل حاجة، كل حقوق اللي انتوا عارفينها. وبعد كده بيقول على حسب كلامه ان هو عدت بيه الايام وكده. بيقول وان هو دخل باعترافه ان هو دخل سكة غلط وغلط يعني فيها. قال برغم من كده لما كنت بشوف اللي معاه دي، بس برغم السكة شمال، انه ما كانش بيشوفها قرد ولا حاجة. فبيقول قرر بعد فترة ان هو يمشي بقى الاتجاه الصح ويستغفر ربنا على اللي هو بيعمله. فاتجوز. وبيقول ولما اتجوز تخيلوا ايه اللي يحصل. نفس اللي حصل في الجوازة الأولانية حصل في الجوازة التانية. ومن هنا عرف إن المشكلة مش مراته الأولانية ولا معمول لها سحر ولا عمل، المشكلة فيه هو. ممكن يكون معمول له سحر أو عمل. بيقول شاف العروسة نفس المنظر في الزوجة التانية، هي زي طليقته الأولانية، قرده بالاسود وشعره كثيف مغطي كل جسمه، يصرخ ومش قادر يقرب منها. فالمشكلة عرف هي منين، فيه هو. من هنا بيقول انا مش عارف اعمل ايه، مشكلة كبيرة، مشكلة مرعبة. انا حطيتها في قناة الجن والعفاريت لان في ناس كتيرة مش مؤمنة بالسحر والاعمال والجن والعفاريت. لا، موجودين ومذكورين في القرآن، وكل حاجة مذكورة في القرآن لازم نصدق بيها ونؤمن بوجودها. وطبعا الأذى والناس اللي بيعملوا أعمال وأسحار موجودين كتير جدا. ودول أنا مش فاهمة هما لو يفهموا ويسمعوا عن اللي ممكن ربنا يعمله في الدنيا وفي الآخرة للساحر أو اللي بيسعى للسحر واللي بيعمل أعمال ويأذي الناس، إيه والله العظيم ما هيفكر مجرد التفكير ان هو يعمل كده ولا اللي يأذي حد. مش معنى حقد من حد ان انت تعمل له سحر، مش معنى ان انت عايز حد او حاجه ان انت تعمل سحر، مش معنى ان انت عايز تسعى رزق ولا حاجه تعمل سحر. اسعى في الخير، عايز تسعى للرزق اشتغل وربنا هيرزقك بالرزق. اوعى تبقى عايز واحده ولا انت تبقى عايزه واحد وان انت تسحريه علشان ما ياخدش حد تاني، او يبقى تخربوا بيوت او تدمروا علاقات ناس. ليه كل ده؟ يعني انا مش فاهمة ليه يعني هيستفادوا ايه؟ هيخسروا دنيتهم واخرتهم ودينهم. وطبعا وغضب ربنا هيبقى عليهم الشديد جدا. شفنا اعمال كتيرة واسحار كتيرة بتبقى مدفونة في المقابر، وما خفي كان اعظم. عايز تروح تتعالج او حاسس ان انت عليك حاجه، روح لشيوخ مش دجالين، لان دول بيبقوا كدابين. والشيوخ مش بياخدوا منك فلوس، لان الشيخ بيعالج بالقران وده بيعمله لوجه الله تعالى كثواب، انما مش بياخد مقابل للحاجات دي. لا يقولك بقى ان العمل مدفون في مناخير نملة والنملة ماشية في الارض وسرحة. لا طبعا كل الكلام هبل وعبط وكل الكلام ده كده. يا جماعة اللي عايز يروح للاتجاه الصح يروح لشيخ يعالج بالقرآن الكريم ومش هيطلب منك أي مقابل، لأن ده كلام ربنا، واللي يمشي ويتعالج بكلام ربنا ما يطلبش أي فلوس مقابل العلاج ده. ربنا يأذي كل مؤذي وكل واحد بيسعى في الاتجاه ده، ويهدي كل عاصي وغافل وماشي في الطريق ده.
ودي كانت قصة مرعبة جدا لعامل الألمونتال اللي اتجوز مرتين، وفي المرتين كان بيشوف نفس المنظر المرعب. وكل ده بسبب ايه؟ اكيد عمل او سحر معمول له. ربنا يهديه واستنوني فيديوهات جديدة. والأول مرة تشوفني في القناة أتمنى تشرفني بوجودك في القناة وتدعمني وتديني لايك، واستنوني فيديوهات كتير، وسامحوني على فترة التأخير اللي فاتت، كان شيء والله غصب عني، واستنوني فيديوهات جديدة إن شاء الله.